بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك وتعالوا معانا كده. عملنا أحلى روتين عند الطيور النهاردة عند الفرن الجش الفلاح البلدي. طبعا الأول قبل ما نبدأ الروتين الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي بنشكر حبايبنا جدا جدا، حبايبنا واخواتنا واصدقائنا، بنشكركم جدا جدا. وجودكم كلكم تاج على راسنا من فوق، ووالدتي بتشكركم جدا جدا. طبعا عملنا روتين في الريف المصري الجميل النهارده. انا بحب اعمل روتين عند الطيور وبحب اعمل روتين عند الفرن الجش الفلاح البلدي. طبعا الدنيا يوم ويوم لا، يعني يوم حلو يا جماعه، شمس طالعه، ويوم الدنيا بتمطر والجو مختلف. كل سنه وانتم طيبين. طبعا الجش ده كان عنده الفرن، كنا بدأنا بقى احنا نشوي السمك، بس بصراحه انا ما صورتش شويه السمك. بعد ما خلصنا شوية سمك وكده، كانت يعني قلت لأمي يلا قوم انت كده مع نفسك، وانا بقى اللي هتزل المكان الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في خشب في جنب بلمه كليته على بعضه عشان لما الدنيا تمطر ما يجيش ميه عليه. والجش ده برضه هلمه، يعني هخلي المكان ده كويس دلوقتي، يعني عشان لو الدنيا مطرت المكان ده مكشوف عندنا. مفيش الا الحته اللي فوق الفرن دي يا جماعه، احنا عارشينها حته صغيره كده، يعني على قد حد نقعد نخبز الشمس ما تجيش علينا وبس. بس الدنيا بتمطر، ساعه ما بتمطر المكان ده كله بيبقى ميه. برضه ما بعرفش اطلق فيه الطيور، دايما الطيور برضه ببقى حبسها ايام الدنيا ما بتمطر وكده. بس انا حبيت ان انا اشيل الجش الاول وانضف المكان ده بعد ما خلصت شويه على طول، عشان الدنيا هتمطر، ولو مطرت الجش ده مش عارف اشيله. هو دلوقتي الجو لسه ما مطرش الا حاجات بسيطه يعني. لميت القش كله، جت امي جت ساعدك يا سور، قلت لها لا. بدات ان انا اعمل لوايه عشان الم القش ده كله هيته عليها، وبعدين اركن القش ده في جنب. القش ده مش بطلعه على السطح، لا بركنه في جنب كده، بنفعنا لمره تانية. نيجي نشوي سمك، نيجي نعمل اي حاجه معمر، اي حاجه، اي حاجه مهما كان يعني لو خبيز حتى في الفرن. ببدأ بقى اللي انا الم القش دي، بدل ما اطلعه فوق واجي تاني انزله، لا بحطه كده. بسم الله ما شاء الله. بس بصراحة كان روتين جميل جدا النهاردة. أنا نقلت الخشب كلهته والورق ده كلته لميته برضه في جنب. المهم أنا مش عايزة الدنيا تمطر على الجش ولا على الورق. ليه كنت سبت المكان ده قبل كده؟ وكنت يعني مش كنت في البيت عامة. مش هقول ان انا كنت في البيت وسبته كده، لا مش كنت في البيت، وجت امي شوت وسابت المكان ده. يا دوبك طلعت من هنا والدنيا جالت خدت مطرت من هنا. بصراحة كان يعني بصوا، مش عارفة اقول لكم المية كانت عاملة ازاي في المكان ده. كان كل المكان ده كله ميه، زي ما نكون احنا كابين ميه، زي ما الدنيا مطرت بقى بطريقه رهيبه. كان زي سيول كده. قلت لا، انا بقى موجوده النهارده قبل ما اروح اي مشوار ولا اي حاجه، خليتها خلصت شويه سمك. وبعد كده نزلت برضو ده عملت روتين عند الفرن. قلت لا، اللي انا الم القش الاول والم الحته كده الاول، حتى لو الدنيا مطرت يبقى يبقى بسم الله ما شاء الله كده. مطرت تبقى تمطر بقى على نظافه، يبقى المكان كله هيته نظيف، ما احملش هم. انما هتمطر على القش يبقى انا مش عارفه اشيل القش ولا هعرف اشيل اي حاجه من المكان ده يا جماعه. جبت الجنو، ما بعرفش اكنس المكان ده بالمجش، لا بكنسه بالجنو. جبت الجنو ولميته كل لقيته القش برضو. هبدا ان انا اشيل يعني القش كده من التراب، وهركنه برضو على القش اللي انا لميته قبل كده. انما الزباله اللي هتبقى ديت هلمها في شكاره في اي حاجه، عشان عربيه الزباله بتيجي كل اسبوع مرتين عندنا قدام بيتنا يعني. وطبعا هم قالوا لنا لموا الزباله وطلعوها على غرفه على اي غرفه بره. يعني عشان ان الشكاير كلها تتلم هناك يعني. يجي ياخدوها بقى، يبقى جهزت لهم الشكاره بتاعت الزباله يعني. وبدأت برضو اللي انا الم كل هيته، ما سبتش اي حاجة في المكان ده لما انا لميته كلته برضو. وقلت اللي انا املى الشالية رماد. الرماد ده يا جماعة عشان لما نيجي نولع، طبعا احنا مش عندنا عندنا خشب وعندنا كلاويح، احنا بنشتري الكلاويح. لما الدنيا تمطر زيادة عن اللزوم، امي بقى اللي بتحب الولع، نيجي نولع كده بقى ونقعد ونجيب عيش نحمره و... ونبصل نحطه برضو في الشالية كده بنار، ولا الشاي. يا خراشي بتبقى سهرة زي العسل. هي الدنيا بتبقى ساقعة برضو وكده، بس الدنيا بتبقى جميلة جدا في الأكلات الحاجات الحلوة دي يا جماعة بالليل. وبالذات الشاي المانجا ده بيبقى طعمه جميل وتحفة، بتبقى الريحة جميلة جدا. لميت التراب كلته برضو جبته. المهم انا مليت الشالية. وبعد كده اخدها بقى فوق. الدنيا مطرت وزاد عن اللزوم والدنيا برد، اقوم جايه بقى مولعه، نولع من قبل المغرب كده ونسهر بقى قدام الشاليه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. احنا كده على طول. الام اللي بتحب الولع على فكره تقول ولعوا يا صغير، ولعوا يا صغير، عايزين نولع هنولع كده عشان ندفى ونتدفى. قلت لها طب ما انت هتقعدي قدام الشاليه وهتطلعي برضو؟ قالت لا،
ولعنا وقعدنا، مفيش حد طالع، ليه الدنيا هتمطر، وبعدين محدش بيروح عند حد اصلا في الارياف عامه بتبقى الحته محدش عارف يمشي يا جماعه. في الشتاء محدش بيعرف يروح عند حد بالليل او في اي ساعه على فكره، يعني لا يبقى ليه للطلب بس. بدأت بقى إن أنا لميت الزبالة هي تكون لقيتها وكنست المكان ده ونظفت المكان ده. على فكرة أنا حابسة الطيور، أنا عملت روتين في المكان ده وحابسة الطيور ما طلقتهمش خالص، عشان أعرف أعمل روتين براحتي كده وألم القش براحتي. يعني إنما هفضل أحوش الفراخ من هنا لا أجيبه من هنا، وأحلى روتين عند الفرن القش الفلاحي البلد.